ايه هو الايديت او المونتاج؟ ومين هو الايديتور وايه شغلانته ما دام المخرج عارف الفيديو هيمشي ازاي؟ مونتاج السوشيال ميديا مختلف عن مونتاج السينما، فلازم اتعلم الاثنين. انا باسل ايهاب، فيلم ميكر وكونتنت كريتور. اشتغلت على بروجكتس كبيره من كوميرشالز، ميوزك فيديوز، تريلرز افلام، شورت فيلمز وباشن بروجكتس، سوشيال ميديا وحاجات تانية كتير. وفي الكورس ده هنتكلم عن المونتاج بتفصيل وازاي تبقى جاهز تشتغل بيه. زمان قبل السوشيال ميديا والموبايلات شغلانه الاديتور كانت في صناعه السينما والافلام بس. بعد ظهور السوشيال ميديا شغلانه الاديتور اتوسعت. ده كمان بقى الطلب على السوشيال ميديا اديتورز زاد اكتر من الاديتورز بتوع الافلام. ده عشان السوشيال ميديا كبرت قوي واي حد عنده فكره مشروع بيحتاج يعمل اكونتس وفيديوهات يعمل بيها ماركتنج. انا شغال في الايديتنج بقالي اكتر من 10 سنين، فاقول لكم على كل حاجه اعرفها في الرحله دي. مرحلة البرودكشن في السوشيال ميديا أو في السينما بتتقسم لثلاث حاجات: بري برودكشن، برودكشن، وبوست برودكشن. البري برودكشن ده هو الترتيب والتنظيم اللي بيحصل قبل التصوير، من تنظيم سكريبت ولوكيشن وأشخاص والكرو وحاجات تانية كتير. بعديها مرحلة البرودكشن، وده اللي هو كل حاجة ليها علاقة بالكاميرات والتصوير والإضاءة والكلام ده، يعني دي مرحلة التصوير نفسها. واخر حاجه هي البوست برودكشن، ودي المرحله اللي بعد التصوير، واللي هي المونتاج والتلوين والصوت والفي اف اكس وكل حاجه ليها علاقه بالفيديو بعد التصوير بتبقى في المرحله دي. فالمونتاج بقى او اللي هو الايديتنج ده في المرحله بتاعه البوست برودكشن. مين هو الاديتور؟ الاديتور هو اللي بيمنتج الفيلم او الفيديو، هو اللي بيحول ساعات من تصوير فيديوهات خام لدقايق او حتى ثواني في فيديو واحد. باشا انا خلصت تصوير، عايزين بقى فيديو كده على الرايق. ماشي، صورت قد ايه؟ 30 ساعة ب5 كاميرات وكل كاميرا مختلفة عن التانية. صح، حاجة كمان، الاكسبوجر مش مظبوط والوايت بالانس بايظ والكاميرات كلها مهزوزة. ليه؟ بس انا سمعت انك تقدر تعدل كل حاجة. حاضر. انا قلت لهم كل حاجة هتتظبط في المونتاج. الاديتور لازم يكون شاطر في التقطيعات ما بين الشوتس عشان يخلي المشاهد يحس بالمشهد من غير ما يمل. طب ما على كده ايه الفرق ما بينه وما بين المخرج؟ ما دام المخرج عارف الفيلم هيمشي ازاي بالظبط. من الاخر كده المونتير هو حلقة الوصل ما بين دماغ المخرج وعيون المشاهد. المخرج بيقول للمونتير هو متخيل الفيلم او الفيديو ماشي ازاي، والمونتير بيطبق ده بطريقته. ده غير ان المونتير ممكن يقترح على المخرج فكره يغيروا بيها تايم لاين المونتاج. المونتير هو اللي بيعرف يدي للمشهد احساس، يعرف امتى يطول المشهد وامتى يقصره، ويعرف نوع التقطيعات اللي يستخدمها عشان القطعه تميك سنس، واللي يعرف يعمل قطعات جديده وكرييتيف. المونتير هو اللي يعرف يكومينيكيت مع المخرج او الكلاينت. انا قلت لهم كل حاجه هتتظبط في المونتاج. للاسف ده حقيقي. من ضمن شغلانه المونتير انه بيصلح مشاكل المصور، وده شامل بقى الوايت بالانس او الاكسبوجر او الكاميرا بتتهز او الفريم نفسه حتى محتاج يتظبط. انا مقتنع ان مفيش ولا شغلانه في الدنيا صعبه، هي بس محتاجه وقت عشان تتعلمها، ومدى حبك للشغلانه هو اللي هيخليك تتعلمها بسرعه. الكورس متقسم لمواضيع مهمة هنتكلم عليها بتفصيل. هنتكلم عن المونتاج، عن الصوت والميوزك، عن الفي اف اكس والفيجوالز، عن التلوين وازاي تفهمه. هنتكلم عن التكست والاكسبورت سيتنجز وتولز مهمة تستخدمها في البرنامج، وحاجات تانية كتير مهمة قوي. هنبدأ من اساسيات المونتاج لحد ما ازاي تبدأ شغل. انا اول مره بدات المونتاج كنت تايه وما كنتش فاهم حاجه فيه، وقعدت فتره لحد ما عرفت افهمه، ودلوقتي بقيت استخدم البرنامج بشكل يومي بسبب طبيعه شغلي. من الاخر كده ده الكورس اللي انا كنت محتاجه زمان قبل ما ابدا. في الكورس ده بقى انت هتطلع منه بتعرف تعمل مونتاج احترافي، تعرف تشتغل بيه وتتعامل مع الكلاينتس، وهتعرف كام تيب اند تريك كده تخلي المونتاج بتاعك سريع وسهل. دي كانت الانترودكشن، وفي الحلقه الجايه بقى هنتكلم عن الاسبكت ريشيو والابعاد، ودي من اهم الحاجات اللي لازم تفهمها قبل ما تبدا اي بروجكت. تقدر تجيب كورس المونتاج كامل من اللينك ده، هسيبه لكم تحت في الديسكربشن، ويا ريت تكتبوا لي اي فيدباك في الكومنتات.